السبت ده يا جماعة متين وجميل، بس اتكسر مني للأسف من عند الإيدين من ناحيتين، فأنا استحرمت إن أنا أرميه، وكان هيزيد الكسر فيه فقلت إن أنا أكسيه. جبت له سفنج كده وحطيت له بطانة وفرشته كده من الداخل. اخترت لونين، أي قماش عندك موجود، أي حاجة قديمة مش عايزاها ممكن تطلعي منها كده وتلفي الجناب بتاعته بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده وتلزقيه بالشمع. جبت قماش تاني بقى برضو اللي موجود عندك، يعني متشتريش مخصوص، لان احنا بنعمل اعادة تدوير. الفكرة ان احنا ايه بنستفاد بكل حاجة في البيت، علشان بدل ما الحاجة تترمى يعني طلع منها منتج جميل ينفعنا. كده انا كسيته كله باستخدام الشمع طبعا. رحت جايبه هنا في الارضية السفنج بعد ما كسيته، وهبدأ ألزقه وأوقف الجناب دي برضو وألزقها. أهو بقى شكله بعد ما اتلزق كله. نيجي نجيب حبل كردون أو أي حبل عندك بتاع مكرمية، ونبدأ نلزقه كده في الداخل في كل الفواصل دي. جبت شريط للحلية بقى، جملي زي ما انت عايزة. التجميل ده طبعا بيبقى شيء ايه يعني حرية شخصية. لزقت الكردون كله كده، وادي الشريط اهو حطيته فوق كده واحد وتحت واحد بالشكل ده، برضو الفه بالشمع وده شكله. الغطا بتاعه بقى بدل ما نرميه لا نستفاد بيه برضو نكسيه. طبقة سفنج كده عشان نملى الحتة اللي هي اللي داخلة لجوه دي عشان نعرف نكسيها تبقى ايه شكلها نضيف. القماشة معاكي ايا كانت بقى، تحطي طبقة او اتنين على حسب تخانة القماش. وادي بقية اللون التاني نعمله من الظهر من الداخل، برضو لازق كله بالشمع. تلفي الدوران كده هيطلع شكله اهو. نقوم جايبين الوش من فوق بقى ونبدأ ايه نجمل كده، نتني الأطراف ونلزقها برضو بالمسدس كده. وده شكلها اهو بعد ما اتلزقت كلها. واخد الشريط برضو والفه بنفس الطريقة، اي شريط بقى، دانتيل، جبير، حبل، اي حاجة اللي انتي يستهواكي. طبعا كل ما الشريط شكله حلو يدي منظر اجمل يعني. وصلنا للنهاية اهو، غطينا الغطا كله. نحط الغطا بقى عليه، بدل ما نسيبه بقى الغطا كده فكرت ان انا الحمه في بعض بحيث ان هو ايه يفتح ويقفل وهو ماسك في بعضه يعني. جبت الشريط الكردون، اخدت منه حبلين، لزقتهم في بعض بالمسدس ولزقتهم في الغطا بالشكل ده. بقى متين، تكي عليه جامد عشان يمسك. يا رب يكون عجب حضراتكم.